سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير. الحمد لله. اليوم جيتكم بوصفه المرقاس. شكون اللي ما يشتيش المرقاس كامل نشتيوه. هنايا نحكم مقله ندير فيها الحبيبات تاع المرقاس نتاعي باش تلك الزيت نتاعو هذيك، ونروح نوجد كامل لي زيبيس اللي راح نسحقهم في المرقاس هذيك الطبعه. بعد ما المرقاس تاعي طلق لي هذيك الزيت، هنا كنت درت مرميطه ولا اللي عندك ديري فيها كميه تاع الزيت تاع المرقاس هذيك، وديري فيها سنينه الثوم، خليت تقلى هذيك الثوم بيا مع هذيك الزيت تاع المرقاش. نزيدو مغرف كبيره تاع طماطم مصبره ونقليوها بيا مع هذاك الثوم والزيت هذيك، ونزيدو هنايا مغرف صغيره تاع هريسه ونخليهم مع بعضهم بيا يتقلاو كما راكم تشوفوا هنا في الفيديو. انا كنت زدت هنايا زوج هكا تاع فلفل هذا الحار باش يجي المرقاس تاعي شويه حار كما راكم تشوفوا لهنا. انا المقله اللي طابلي فيها المرقاس رحت درت فيها ماء سخون وتما خلطتها مليح هكا باش نفرغها فوق لاصوص هذيك اللي راح نخدمها، بس البنه كامله في المقله هذيك ونتقلى المرقاز. هنا المرقاز تاعي بعد ما طابوا لي في المقله هذيك كنت نحطهم في البرمه، ندير لهم ملح، فلفل كحل، ذوبه الحمر، شويه من الكمون هكا رشه، كزبر لازم نكثروا منه شويه كما تشوفوا هنا قلت لكم رشه من الكمون عفوا، ونزيدوا شويه من هذيك الزيت اللي طاب فيها المرقاز، ونعاودوا نزيدوا هذيك المقله اللي طاب لي فيها المرقاز كما راكم تشوفوا هنا في الفيديو. انا كنت كل شويه نزيد لها الماء سخون ونمرق بها هذيك المرقاز. انا كنت درت حبيبات تاع ورقات عفوا تاع الرند كما راكم تشوفوا هنا. درت شويه ملح، هنا زدت طماطم شويه كبيره تاع مصبره زدتها في الماء سخون وخلطتها وزدتها على هذيك لاصوص، وبين ربطها دبشه. ما نساوش الدبشه هي اللي تمد البنه هنايا في المرقاز كما راكم تشوفوا هنايا في الفيديو، ونخلطها هكا ونخليها طيب، نقفلها ونخليها طيب. هنا بعد ما طاب لي المرقاز كما راكم تشوفوا نحيت هذيك الربطه تاع الدبشه وانا نحكم نعصرها بيا البنه كامله في هذيك الدبشه، نعصرها بيها ونحاول نزيد نعاود نفرغها على هذيك لاصوص. انا كنت قصيت شويه من الدبشه ونفرغها فوق لاصوص هذيك بعد ما طابت لي كما راكم تشوفوا هنا في الفيديو، ونخليوها كما نقولوا هكا تغلي، تهز الغليه هذيك ونخلطوها ونخليوها. هنا بعد ما طابت لي، هنا بعد ما غلات لي شويه هذيك المرقاس، هنا كما راكم تشوفوا حطيته في سوبياره هكا باش نحطو في طاوله التقديم. هنا بعد ما طاب لي المرقاس حطيته في سوبياره هكا. هنا نحكموا كميه تاع الخبز، نشوفوا كل واحد قدام بغى ياكل كميه تاع الخبز، نديروا فيه الفريت، ومن بعد نديروا لاصوص، نديروا لاصوص مليح هكا باش يجي الخبز مشمخ كما راكم تشوفوا هنا في الفيديو. نحطوا المرقاس. انا ما بغيتش نسرع لكم الفيديو باش تشوفوا كيف راني ندير. للامانه هنا ماما كانت هي اللي دير، والطريقه الاخرى هكا نحطوا هذاك الخبز شغل نغمسوه في هذيك لاصوص وتكون النتيجه هكا. صراحه جابني يهبل. هنايا كنت في الجانب الاخر، هنايا الطريقه هذه اللي بغى يستعملها هي طريقه صحيه. نحكموا الزبده، هنايا زبده تاع البقرات، نحكموا تمره نحيو لها هذيك العلفه ولا النواه يقولوا لها، ونعمروا هذيك التمره بالزبده. حاجه صحيه ناكلوها هكا في الفطور كما راكم تشوفونا في الفيديو. هذه اللي انا بغيت نشاركها معكم، قلت لا ما نشاركهاش، حاجه صحيه بالك استفادوا منها. وهذه هي طاوله الفطور نتاعنا. باي باي.